السلام ورحمة الله الإخوان. التحليل البسيط الماتش ديال الوداد وجيفونتيس الإخوان. أول حاجة اللي غنركز عليها هو أن الوداد ما استافدوش من الأخطاء اللي وقعوا في المباراة ديال السيتي. غتقول لي شنو هو الخطأ؟ غادي نقول لك هو أنهم تلقاو الأهداف في نفس الدقائق، يعني في البداية ديال المقابلة تلقاو جوج ديال الأهداف. كذلك مع السيتي دخلتي السلام عليكم ضربة فوضين، قبيله عاوتاني مع دخلتي لقيتي 2-0. انا وري لك ناعس قبيله فقت مع 5 وتولوج بانت لي 2-0. واش نفس السيناريو؟ يمكنش. واول حاجه ديك ثلاثه المدافعين اللور بوطويل ودوك جوج الاجانب اللي جاب ما فاهمينش بعضياتهم. واش البيتات كيفاش تماركا، كيفاش خرج بها خينا فاس مع بن عبيد، وكيفاش كروشا، كيفاش ضرب الدوزيام بوطو. يعني كتبين الكاليتي ديال اللعاب. شنو المشكل ديال الوداد فين كاين الاخوان؟ انا من خلال التحليل ديالي انا والشوفه ديالي وديك شويه الكره اللي لعبنا كنقول على ان المشكل ديال الوداد فين كاين في الانسجام. راه من غير المعقول لانك تجيب امرابط وتجيب السومه وتجيب دوك جوج الاجانب، ويعني تجيب شي لعابه وبغيتي دير واحد الانسجام في واحد 15 يوم 10 ايام. راه ما يمكنش، راه امبوسيبل. ما يمكنش تدخل العقل. مرابط فاق في هذا الماتش هذا، دابا يكون قرا التعاليق وسمع الانتقادات، فاق في هذه المقابله. ولكن المرابط المشكل ديالو فين كان تيدخل تيديبوردي تيكروشي كيدير كلشي، ولكن ما كاين الزاينين، ما كاين والو. الفينيش الوداد عندهم مشكل في الفينيش، كيوصلوا للكاري ولكن هذاك الفينيسيو ما كاينش. لورش قدم مقابله كبيره واحد وقيت ولا كيشير ولا بغى يضربها من بعيد، ولا يعني ما كاينش واحد الانسجام في الوداد كيبان صراحه تقال. صراحه كاين فرق كبير ما بين الكره الاوروبيه والافريقيه. سيرتو اللعابه عندنا هنا في البطوله الصراحه الله يهديهم وصافي، ما تيتعلموا ما تيستافدوا ما والو. 11 كونتر 11 تخسر بربعه، تخسر بربعه السيد هاشم مالك. كون خرج شي بو طويل دفعتي بداك مارسا الوسط وتزيد الهدادي وتحرر داك الزمراوي تزيد هو قدام وتكون هاجم اوفونسيف يعاود داك السومه لقدام يوصلوا كوار. تخسر بربعه، خسرتي بخمسه باش ما خسرتيش. المهم قدم واحد الاداء كبير. خاسر اللهم خرج تلعب غتبقى لاعب بدوك الخمسه اللور باكي ويزاكي وتما كاين. ما يمكنش. راه شتو كانوا 6 ديال التسديدات الوداد، جيفونتيس كان عنده غير شي 4 ما عرفتش شنو استغلوهم. كيبان لي ان شوف المشكل فين كاين هو في الجوده ديال اللاعبين. الجوده ديال اللاعبين اللي كدير الفرق. اي حاجه جبتي لاعب مزيان راه كيعطيك، جبتي لاعب كاليتي راه ما تيعطيكش. هذا الشيء اللي كاين الاخوان صراحه تقال. يعني كتشوف ان الوداد اول فريق افريقي وعربي تيخرج من هذه المنافسات، والوداد في 3 ديال المشاركات ديال كاس العالم للانديه الله مسجل هدف واحد. نتمناو في الماتش الاخر مع العين ينتصروا. خلينا كنظن لان هذا الماتش ديال العين حتى العين حتى هما عينهم من هذا الماتش، حيت ما يمكنش اليوم غير يربحوا السيتي مع 4 الصباح. ما يمكنش. انا كنظن السيتي هما غادي يعطيهم شي قتله. ولكن كيبان لي على ان الوداد صراحه كاع ملي مشاو هاد لي كومبيتيسيون مشاوها بحال قلتي مشى قلبي جيب هذا من هنا جيب من هنا. دخلتيهم واحد المعسكر لعبوا ماتش ميكا ربحوا 7 ماتش دريبل وما عرفتش شنو هو. مشاو المونديال راه خداو قتله. يعني كتبغي تمشي للمونديال راه كتوجد من البطوله. شتي هاد الفرقه هذه اللي عند الوداد دابا حاليا هذه كون كانت لعبات السيزون كامله كلهم هادو يلعبوا دابا كل لعبات السيزون كامله وصلت لكاس العالم للانديه وداروا شي تربص وجابوا شي انتدابات واحد 3 ولا 4 وكاين يقدموا اداء احسن من هادشي اللي قدموا دابا. كون على يقين ان يكون واحد الانسجام وتكون واحد الفعاليه. وشوف دابا غير صنداوس كيلعبوا بعضياتهم ومشاو للفينال ديال الشامبيونز ليغ نفس اللاعبين وما داروا الانتدابات لا والو. مشاو ربحوا الماتش الاول، البارح ربحتهم دورتموند غير بزز. يعني المشكل كاين في الكاليتي ديال اللعاب وفي الاستعداد. الوداد خرج عليها شنو؟ حيد المدرب، جيب لعابه اجانب ما عطاوكش اضافه، الانسجام ما كاينش، البطوله انت خرجتي منها. حتى الاخوان كيسير الفيديو ديالنا وتحياتي. السلام عليكم ورحمه الله.